بقول لكم ايه، ما تيجوا بعد التصدر الرايق ده نضحك شويه. المنافسه في الدوري الممتاز. بيراميدز اهلي. زمالك. لا. لا، هو بيراميدز اهلي. هل الزمالك يقدر ان هو يستمر في المنافسه على بطوله الدوري بالشكل ده؟ لا. الزمالك السنه دي هينافس على البطوله؟ لا. الزمالك مش هيعمل حاجه السنه دي. الزمالك عايز يركز على بطوله الكاس، بطوله السوبر، بطوله الكونفدراليه، ثالث الدوري، ويكون واضح مع جماهيره ان ده التارجت بتاعنا يا جماعه. عشان ايه؟ ثالث الدوري. ثالث خليها رابع. الدوري. لا مش رابع والله يا جماعه، انا بقول لك وجهه يعني نظري. انت عايز الزمالك يركز يبقى ثالث الدوري؟ بتهزر ولا بتكذب؟ انت ليه؟ لو دخلت الزمالك في منافسه مع اهلي وبيراميدز، انت كده خليت طموحاتك اكبر من امكانياتك. بص، هو انا كنت ناوي اضحك فعلا، بس وانا بتفرج على الفيديو معاك دلوقتي انا اتضايقت واتحرق دمي. هو مين الاخ؟ مين الاخ اللي مش فاهم حاجه؟ ده احمد عبد الباسط الصحفي الاهلاوي. ازاي حضراتكم دلوقتي عاملين ايه؟ الزمالك متصدر الدوري بعد التساوي مع بيراميدز والاهلي في عدد المباريات، بس سابقهم ب3 نقط. ده الزمالك اللي في بدايه الموسم عنده 12 قضيه ايقاف قيد ومشي منه زيزو وناصر ماهر ودونجا. الزمالك اللي ما جابش ولا صفقه في فتره الانتقالات الشتويه. الزمالك اللي اغلب اللعيبه اللي بتلعب معاه في الملعب وبتجيب له المكسب ده ليها فلوس مش عارفه تاخدها اصلا. كل الناس قالت ان الزمالك مش هينافس ومش هيبقى له وجود السنه دي، حتى الزملكاويه زي خالد الغندور كده. بس في الاخر الزمالك بيديهم كلهم على قفاهم. الزمالك اكبر من ان حد يتكلم عليه او يقول الزمالك ينافس او ما ينافسش. واسمحوا لي يعني، مش الاشكال اللي شبهكم انتوا هي اللي هتحدد للزمالك ينافس ولا ما ينافسش ويبقى فين ولا ما يبقاش فين. ده الزمالك يعني 115 سنه كوره، يعني وراه جمهور بالملايين، وطول ما وراه الجمهور العظيم ده هيفضل الزمالك في الصداره، وهيفضل الزمالك بينافس، وهيفضل الزمالك اللقمه اللي بتقف في زوركم لما ان شاء الله تزوروا وتموتوا.